السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو جديد بعد غياب طويل. ان شاء الله احاول استمر على الفيديوهات يوميا او يوم بعد يوم، ربنا يسهل. نبدأ الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اتعزمت على مناسبة خطوبة. انا في الخطوبات او في الافراح او الحاجات اللي بتعزم عليها بحب ان انا اظهر على اكمل وجه، سواء كان المناسبة اللي انا معزومة عليها دي لحد قريب مني قوي او لحد بعيد شوية، مفيش اي مشكلة. انا بروح بقيمتي، بشكل الحلو وبس. فيوم ما صورت لكم الفيديو اللي قلت لكم فيه انا غايبة ليه وما بعملش فيديوهات ليه، وقلت لكم انا لسه جاية من بره، خرجت علشان انا وبنتي عشان نشوف فساتين سهرة. لفينا واتفرجنا، وفي حاجات هي قاستها. كنت عايزة أأجر فستانيين سهرة، واحد ليا وواحد ليها، بس للأسف منفعش. الأسعار خرافية زيادة عن اللزوم. أقل فستان اللي هو العرة اللي ما يتشالش من مكانه ب500 لليوم، وفي أعلى من كده بقى ب800 وانتوا طالعين لليوم. طيب، كان ممكن ان انا اجيب، مفيش مشكله، واقول اهو فستانيين 800 و800 1600 ما كملوش سعر فستان شراء، واجيبهم هما الاتنين وخلاص. مشكلتهم في ايه بقى؟ ان باين عليهم جدا جدا ان هما اتأجروا قبل كده واتهلكوا، هما مهلوكين ومهرودين على الاخر، في خرز واقع، في حاجات شكلها مش ظريف، مش عاطفي، حته طالعه حته داخله حته نازله، حاجات غريبه كده. آه، المهم، وما لقناش اللي يناسبنا برضه، يعني حاجات حلوه شكلها حلو وخرافي بس مش على المقاسات. فقلت لنفسي طب انا ليه ما احضرش المناسبه، وهي مناسبه حد من القريبين كمان، يعني المفروض ان انا اظهر بمظهر لائق. المهم قلت طب انا ليه ما احضرش المناسبه باللي عندي. انا عندي فساتين اقدر ان انا البسها في المناسبات. طب الناس دي هم قرايبي شافوني بالفساتين دي قبل كده، طيب احاول انقي فستان او فستانيين هم ما شافوهمش قبل كده. لقيت من ضمن المحلات اللي احنا لفينا عليهم في فساتين كتير سهرة للإيجار والشراء ستان، وانا عندي فساتين ستان اشتريتها ولبست كل واحد فيهم مرة، وما عادش لبستهم تاني. قمت مطلعه الفستانيين الستان اللي عندي، وقمت موريهم لبنتي، قلت لها انت هتختاري واحد وانا هاخد التاني، شوفي انت عايزه ايه وانا اختار التاني. والفلوس اللي كنا هنأجر بيها أو هنشتري بيها نجيب بيها الحاجات اللي ناقصانا اللي تروشن الليلة. ده أول فستان فيهم، بنتي نقته، ده لونه تمام. طبعا مش هينفع ان انا افرده واوريكم شكله عامة، بس ده لونه ستان ازرق، ما هوش لبني فاتح ولا كحلي ولا ازرق غامق ولا الكلام ده، ازرق صريح. ده تاني فستان احمر، ده على ظهره فعشان كده باين كده تمام. فبنتي اختارت الازرق وانا اخترت الاحمر، بما ان انا بعشق اللون الاحمر اتبسطت انها اختارت الازرق. قلت طيب لو كنت اجرت ب1600 فستانيين، بال1600 دول هشتري شوية حاجات اظبط بيها الفستانيين او اروشن بيهم العمل. ابدأ بنفسي لان حاجتي اقل شوية، او ما كنتش محتاجة حاجات كتير يعني. اول حاجة جبت الشوز دي فيرنيه، انا مش بحب البس الفيرنيه على فكره، بس قلت برضو تنفع على فكره في الخروجات كمان، مش مجرد مناسبه، اي خروجه بالليل البسها عادي جدا. الشوز الفيرنيه دي ب 640 جنيه. لقيت محل شنط بيبيع شنط، يعني انا رحت اتفرجت على كذا محل، ما لقيتش اللي انا عايزاه، ما لقيتش شنط سهره معنى اصح. لقيت حاجات صغننه كده شبه البوك واسعار خزعبليه. فدلوني على مكان واحد، قالوا لي روحي لفلان، عندنا في اخر الصعيدي القديم.
رحت له، مجرد ما رحت له ببص عيني وقعت على الشنطتين دول، دي ودي، السودا ليا والفضي لبنتي. الفضي عشان الفستان الازرق، والسودا على الشوز السودا للفستان الاحمر. الشنطه ب100، لكم ان تتخيلوا، شنطه سهره جميله جدا ورائعه رائعه رائعه. الشنطه ب100، طبعا حاجه كويسه جدا جدا جدا. قمت جايبه الشنطتين دول، دفع فيهم 200 جنيه. هل هم سهرة مش هلبسهم تاني او مش هيتلبسوا تاني؟ لو خارجين بالليل سهرانين بره يتلبسوا تاني، ايه المشكلة؟ ما يقولوش لأ. واي سهرة تانية هينفعوا، اي سهرة ايا كانت هي ايه بقى هينفعوا وهيقولوا، وهم شنطتين جم من الهوا. حاجتي الشنطة السوداء والشوز السوداء. الاكسسوارات، انا جبت سلسلة، ما عندي اكسسوارات تانية ذهبي اصلا قديمة لبستها في ايديا، انسيال، جوشتين، حاجات صيني يعني، خاتم هنا خاتم هنا. انا اللي جبته بس السلسلة ده. يبقى كل تكلفتي لي انا ب100 شنطة، ب640 شوز، ادي 740. السلسلة 150، يعني تقريبا 900 تقريبا. الطرحة جبت بندانة حمراء وسكارف احمر علشان انا عملت سبانيش لورا. الطرحة كان سعرها كام؟ 150 برضو تقريبا، يعني 130 150 حاجة زي كده. المهم الموضوع عامل تقريبا 1000 أو 1050 ليا، فيهم شوز هتتلبس في الخروجات وطرحة هتتلبس في الخروجات، لأن أنا عندي ألوان كتير أحمر في الخروجات، يعني يمشي عليها الطرحة. طيب بالنسبة لبنتي، جبت لها صندل فضي يمشي على الفستان، يعني انا ظبطت لها الفستان بالوان فضي. الصندل اهو معاه، الشنطه معاه اكسسوارات فضي. ده انسيال، وده كف بيتلبس في الايد وبيدخل من الصابع كده، وده خاتم في الايد التانية. دي الاكسسوارات اللي جات لها على الفستان. والطرحه، الطرحه فضي ستان برضو، بس اللمعه بتاعتها مش قويه قوي او مش ظاهره قوي، برضو 150 زي الحمر. الاكسسوارات السلسله بتاعتي والحاجات الفضي بتاعتها مع بعض مع علب دبابيس طرحه عاملين 500 جنيه. قبل ما ننزل فرزنا المكياج اللي عندنا، نشوف ايه المناسب اللي ممكن نستعمله وايه اللي مش مناسب خلاص جرى عليه الزمن او اتبهدل او اتكسر ما قلناش بنستعمله، لان طبعا انا ما بحطش مكياج تقريبا، فبالتالي مانيش متابعه يعني انا عندي ايه وما عنديش ايه. قعدت تفرز الحاجه ونشوف احنا ناقصنا ايه. سالت في الكوافير على فكره ربطه الطرحه بكام والمكياج بكام، فقالت لي اسعار برضو خزعبليه جدا. المكياج يبدا من 700 جنيه وانت طالعه للشخص الواحد عشان مناسبه، وقلت لها رقيقه رق حاجه يعني بحيث ان هو يكاد يكون مش محطوط، ب 700 جنيه الفرد وانت طالعه. ده المكياج. لفه الطرحه الفرد ب200. يعني الكوافير اللي عايز يروح مناسبه ويعمل عند كوافير مكياج وطرحه، اقل حاجه بالميت 900 للفرد. لما يبقى الفستان 800 ايجار و900 كوافير 1700. وطبيعي هتجيبي طرحه هتجيبي شوز، الموضوع هيدخل في قد ايه؟ 2500 عشان ليله، وفيهم حاجات كتير ايجار مش هتتبقى معاكي، هي ليله وانتهينا. فاحنا جبنا المكياج اللي ناقصنا وبس.
انا مش عارفه اسعار كل حاجه لوحدها ايه لان المناسبه دي كانت من كذا يوم. المهم بس هي الاجمالي 580 بتاعت المكياج دي. ده روج عشان الفستان الازرق والفضيات. وانا عندي الروج الاحمر للفستان الاحمر. ما اشتريتش، ما جبتش انا الحاجات القديمه، انا جبت الحاجات اللي انا اشتريتها وبس. دي ضوافر عشان الفستان الاحمر. دي اي شادو، خدنا منه الازرق للفستان الازرق، وخدنا اخضر فاتح واخضر غامق للفستان الاحمر عشان انا حطيت كحل اخضر ومسكره سودا والاي شادو اخضرات. انا بيلاقي عليا الالوان الاخضر والازرق اكتر. على فكره انا صورت الفيديو وخلصته واتفاجئت ان الكاميرا وقفت في حته معينه، فهبدا اعيد الجزء اللي راح. اخر حاجه وريتها لكم الاي شادو. دي فرشه للاي شادو، دي اللي انا فاكره سعرها ب40 جنيه. دي سفنجه لكريم الاساس. دي ضوافر حمراء عشان الفستان الاحمر. وده منوكير فضي عشان الفستان الفضي. ده كريم الاساس اسمه مية سينما، في منه كل الانواع، يعني روج، احمر خدود، اي شادو، بودره، في منه كل حاجه. يعني مية سينما ده ما بركزش انا على فكره في الماركات والحاجات دي، لان انا مش بحط كتير او مش بحط دايما يعني، فما بيفرقش معايا. البودره او اللوس باودر عشان نبقى ماشيين مع الموضه اهي. اجمالي المكياج على بعضه عامل 500 جنيه، 580 جنيه بالظبط. ما صرفنا ولا ما صرفناش؟ لا صرفنا. الحاجات دي تقريبا عامله ما يقرب من 2500 جنيه. طيب صرفنا، طب ما كده اتكلفنا برضو. واحنا اتكلفنا برضو، بس لو كنا جبنا فساتين كنا اتكلفنا اكتر، لان فساتين هنضطر ان احنا نجيب لها برضو طرح وشوزات وشنط، او على الاقل بوكات. مكياج بره عند الكوافير او طرحه بره عند الكوافير بمبلغ طائل الشيء الفلاني يعني. جبت دي كمان، دي شنطه لبنتي عجبتها وانا جبتها لها ب 250 جنيه. طبعا هي حلو. ثانيا هي اليومين دول طلباتها اوامر، اليومين دول عشان الامتحان بس، خدي بالك بقى. المهم انا كمان بخمس معاها في اللبس، يعني مش هتبقى لابساها لوحدها، انا ان شاء الله هبقى امسكها معاها. شكلها صغير عليا عادي ولا يفرق معايا والله. فهي شنطه حلوه وخامتها حلوه ب 250 جنيه. دي كانت مشترياتنا. حضرنا المناسبه واليوم كان جميل. هتقولي لي حضرتي مناسبه ازاي وبنتك عندها امتحانات؟ هي كان قدامها اخر امتحان فات كان من 7 ايام، امتحانها الجاي يوم الخميس، يعني في فرق 7 أو 8 ايام ما بين الاحياء والماده اللي قبلها. المناسبه كانت في النص، يعني بعد يومين من السبعه، كان لسه قدامها 5 ايام على الاحياء تقدر تلم الليله وتنجزها يعني. وما ينفعش ان انا اعتذر عن المناسبه دي لانها ناس قريبين مني جدا جدا جدا، وتغيير جو ليها هي كمان، لان المناسبات مش كتير بنحضر مناسبات، فين وفين لما بقى في مناسبات اساسا. عارفين اللي بيتشعلقوا في حاجه تفرح؟ هي دي. فده كان فيديو خفيف للمشتريات، حاولت ان انا احضر المناسبه بمظهر لائق يناسبني انا وولادي، وفي نفس الوقت اسعار على قد ايدي، يعني ما صرفتش اكتر من اللازم. كان ممكن اصرف من كده اكتر من كده بكتير لو اجرت او اشتريت. ولادي الصبيان باباهم ظبطهم في بدل من عنده والدنيا مشت وتمام 100 الحمد لله. عقبال يا رب الجميع، وكل الناس اللي تعرفني تعزمني، انا بحب المناسبات جدا. اسيبكم واشوفكم الفيديو الجاي، مع الف سلامه.